عبر الأقمار الصناعية الذي ينضم إلي الآن الأستاذ أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية. سيد أحمد، أهلا بك. سنتطرق تفصيلا لما تفضل به عماد وتفضل به الكثير من المشاركين أيضا، لكن دعني أبدأ بموقف الحزب نفسه. هل حسم جدلية ما إذا كان سيشارك في الانتخابات أم لا بشكل نهائي، أم ما زلتم تحتاجون وقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على استضافتكم الكريمه. هو بدايه عشان نحسم موقفنا هل سنشارك في انتخابات او لا، بدايه احنا بس عايزين نتاكد الاول ان في انتخابات بدايه، يعني وان يتم تحديد موعد الانتخابات، وان تجتمع اللجنه العليا وتصدر الاجراءات المنظمه لهذه الانتخابات حتى نستطيع ان نحسم الموقف. حتى هذه اللحظه لا يعرف احد اذا كان في هناك انتخابات في مصر ستجرى او لا، هل في ميعاد لانتخابات برلمانيه او لا. واذا اعلنت في مارس يا سيد احمد، اذا اعلنت في مارس بالفعل هل ستشاركون؟ إذا أعلنت في مارس سنعلن موقفنا حين يتم الإعلان، بس هو الفكرة كلها إنه في الأول وفي الآخر ده بيصب في موقف في رؤيتنا المبدئية لموضوع الانتخابات. إحنا بالأساس مع المشاركة وبالأساس مع التواجد في أي استحقاق انتخابي، لكن المهم إنه يبقى استحقاق انتخابي بجد، وإنه ما يبقاش مجرد عملية ديكورية الهدف منها إنه السلطة تقول للخارج وتقول للداخل إنها استكملت مؤسسات بغض النظر عن هذه المؤسسات شكلية أو بغض النظر عن القواعد التي تم وضعها لاجراء هذه العمليه. طب بس هل هذا ما ستشهده مصر يا سيد احمد؟ لان الوقت ضيق جدا، واعتقد ان عدد كبير من المتابعين يريدون ان يحصلوا على اجابات دقيقه وواضحه بدلا من الكلام العام. نحن نتكلم عن حاله بعينها. هل ما تعنيه بحديثك ان الانتخابات القادمه ستكون انتخابات سوريه فقط، وبالتالي انتم لن تشاركوا ام ماذا؟ يعني الموقف ملتبس. الموقف بشكل واضح جدا بدون اي التباس. احنا قلنا انه اذا لم يتغير هذا القانون بتاع الانتخابات، واذا لم يتوافر مناخ انتخابي يسمح باجراء منافسه انتخابيه حقيقيه، لن نشارك في هذا الانتخابات. تمام. ولذلك فاحنا لحد اخر لحظه ولحد اعلان موقف الانتخابات سنضغط لتغيير القانون ولتوفير المناخ المناسب للانتخابات. طيب، اذا تم ده اكثر الاشياء التي قد تدفعكم، اكثر البنود او النقاط التي قد تدفعكم الثبات على الموقف الذي أشرت إليه، أي البنود في القانون هي التي تمثل المشكلة بالنسبة لكم؟ طيب، هي المشكلة الأساسية إنه المناخ العام لفكرة الانتخابات وإقصاء بعض التيارات ووجود رؤساء أحزاب من المفترض أنها تشارك في الانتخابات في السجون، وحالة التخويف والترهيب الإعلامي اللي بتتم ليل ونهار، دي في الأول وفي الآخر ما بتنتجش مكان لمنافسة انتخابية عادلة. الأمر الثاني إنه هذا القانون وبهذا السياق بيقضي على الحياة الحزبية في مصر تماما، وبيرجعنا تاني إنه نائب البرلمان هو عبارة عن نائب خدمات، لأنه جاي بناء على ترتيبات سواء كان مال سياسي أو عصبيات أو قبليات، لأنه في الآخر بالنظام الفردي. وبالتالي هذا البرلمان ليس فيه أي مجال لعرض برامج سياسية أو مناقشة تشريع أو رقابة، ولكنه في الآخر سيتحول إلى برلمان للخدمات. وده اللي كان فيه الإصرار على إصدار هذا القانون بهذا الشكل، إنه بيدي في الانتخابات الفردية وبيمنع وجود تنافس حزبي حقيقي عن طريق قوائم حزبية. حتى لما عملوا القوائم عملوها قوائم مطلقة ب 49-40% من الأصوات اللي فيها هتبقى أصوات مهدرة. وبالتالي في الآخر إحنا مش بصدد انتخابات مجلس الشعب خالص، لأنه الحقيقة إنه النظام اللي موجود أصلا مش مؤمن بوجود أحزاب سياسية ولا مؤمن بالسياسة. هو مش شايف مصر غير إنها عبارة عن إعلام وأمن، وبالتالي هو بيحول هذا المجلس بهذا الشكل إلى مجلس محلي. أنا معني أكثر بالنقطة الثانية، ودعنا نركز الحديث على النقطة الثانية، لأن النقطة الأولى شرحها يطول والحديث عنها يطول، فكرة المناخ العام. فخلينا نكون أكثر تحديدا بتحليل النقطة الثانية، مثل حزب الوفد مثلا أو حتى حزب النور. هؤلاء صاغوا الكثير من النقاط، قالوا إن القانون معيب فيها ولديهم مشاكل، لكنهم لم يقاطعوا الانتخابات، بالعكس قالوا أنهم سيشاركوا وضروري أنهم سيشاركوا بلا جدال. لماذا لا يتم اعتماد هذا الأساس فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، والتغيير يبدأ حتى بعد تشكيل البرلمان؟ لأن الأحزاب التي تتراجع تتهم بمنتهى البساطة أنها ضعيفة وفسيفسائية وتهرب. طيب، هو بداية القانون مش مدي مساحة للأحزاب خالص، ده قانون بانتخابات فردية ولا قيمة لمشاركة حزب أو خلافه، لأنه في الأول وفي الآخر عندك أيضا جزء منه نظام قوائم، وعندك جزء أيضا منه قوائم، ومسموح للمنتمين للأحزاب أن يشاركوا في الجزء الفردي أيضا.
بالتاكيد، لكن في الاول وفي الاخر هو مش انتخابات برامج، لانها في الاخر انتخابات مرشحين فرديين زي ما قلت لحضرتك. هو عباره عن انتخاب مجلس محلي في شكله وفي مضمونه. اللي انا بس عايز اقوله ان الفكره كلها اللي حضرتك قلتها في اول الامر، انت النهارده بتقول انت هتلعب في اي وضع، ده مش ده ما ينفعش في السياسه. يجب ان تكون هناك قواعد حاكمه عادله تسمح بان احنا النهارده ننتقل خطوه للامام، لكن احنا النهارده بنرسخ وضع خطأ، بنرسخه ببرلمان خطأ ونخش فيه مشكله وجدليه شرعيه جديده على قانون بالمناسبه يقدر اي حد انه يطعن في دستوريته في اي وقت، وقرار الحل في الدرج زي ما كانوا بيقولوا قبل كده ايام الجنزوري، انه في الاخر هذا القانون مليان بالعوار الدستوري، ويستطيع في اي وقت السلطه انها تحرك دعوى عن طريق مريدينها، يعني لا نجزم بهذه هذا البرلمان يا سيد احمد. نحن لا نجزم بفكره الدستوريه، لان إذا رأيت انه هناك من يرى ان القانون بنوده بالعكس، ده هو جاء بهذه الطريقه لانه يتماشى حرفيا ونصا مع بنود الدستور المصري الجديد. طبعا مرة أخرى، لماذا لا يعتمد يعني القانون يمكن كأساس وطريقة جديدة تشاركون بها أنتم في الانتخابات القادمة وتستغلون الدعاية بطرق جديدة وتحصلوا على أرضية في الشارع؟ لا، هو في الاول وفي الاخر حضرتك مش من المطلوب ان انا عشان ابقى بشارك في عمليه سياسيه مزعومه وان انا ابقى ديكور للسلطه تريد ان هي تشكل من خلالها برلمان ان انا اشارك في هذا الوضع. غيري قد يكون له مصالح اخرى، قد يكون له حسابات اخرى، لكن انا في الاول وفي الاخر بقول انه لابد الاول انها تتوافر قواعد لعبه عادله وقانون عادل من خلاله تستطيع الاحزاب انها تقدم برامج ومرشحين ينقلنا للامام. لكني في الاول وفي الاخر لن اشارك في شيء يدلس على الناس ويخدع الناس ويهم ان احنا انتقلنا الى مرحله جديده في خريطه الطريق، واحنا بالعكس بنتاخر، لانه في الاخر هذا ليس مناخ سياسي على الاطلاق. السلطه اصلا مش مؤمنه بفكره السياسه من الاساس، وبالتالي هي بتصيغ كل قواعد اللعبه على حسب قدراتها وعلى حسب ما هي شايفه الطريق بدون اي حوار مع اي حد. حزب النور وحزب الوفد كانوا ما اشتركوش حتى وهم من احزاب الموالاه للسلطه الحاليه، وهم من الاحزاب المؤيده لما حدث في 3/7. هؤلاء الاحزاب لم تشارك حتى في حوار حوالين هذا القانون، فكيف هي تشارك في عمليه سياسيه لم تشترك اصلا في حوار؟ طيب اذا من خلاله لاني افهم من حديثك يا سيد احمد ان يعني لا نجزم ولا اعتبرها تصريح نهائي، لكن أن المزاج العام داخل الحزب يميل إلى أنه ربما سيقاطع ولن يشارك. ما شكل البرلمان القادم إذا لم تشاركوا؟ لأن مقاطعتكم لن تمنع حدوث الانتخابات ولم تمنع تصويت المصريين كذلك. ما شكل البرلمان القادم برأيكم وما الفائدة التي ستعود عليكم؟ لا، هو احنا بس عايزين نبقى واضحين جدا انه البرلمان اللي جاي هو برلمان موالاه، بمعنى انه كل من يعارض هذا النظام لن يشارك في هذه الانتخابات إذا تم الإصرار على الاستمرار في هذا الوضع. وبالتالي احنا سمعنا كلام بشكل واضح جدا من مسؤولين في الدولة بيقولوا احنا عايزين برلمان يساعد الرئيس ويقف جنب الرئيس. مفيش حاجة اسمها كده في الديمقراطية خالص. البرلمان للرقابة والتشريع، البرلمان اتعمل عشان خاطر يراقب السلطة التنفيذية اللي على رأسها رئيس الجمهورية. أما إن احنا النهاردة بنصيغ برلمان هدفه كله انه يساند الرئيس ويمرر له قوانينه اللي وصلت اكتر من 200 قانون، وانه يراجعهم في 50 يوم عشان يوافق بس على هذه القوانين. اذا قطعت وتاجلت الانتخابات سيستمر الرئيس في اصدار هذه القوانين التي لا تعجبك كثيرا، وبالتالي النتيجه واحده. يعني مش مفهوم مبدا المقاطعه. ما انا اعتقد ان الفرق مش كبير. هو في الاول وفي الاخر هو بيحاول يكون في مجلس برلماني ياخد بيه مزيد من الشرعيه الدوليه او الشرعيه الخارجي. نعم. انا لا يهمني ذلك، انا يهمني ان احنا ننتقل فعلا خطوه ديمقراطيه. تمام. ليس الموضوع لا برلمان ولا صندوق انتخابات. احنا نزلنا قبل كده في 6 استحقاقات انتخابيه تم ادارها جميعا، والنهارده بنتكلم عن استحقاق سادس او سابع لن ينقلنا للامام، بل سنستمر في نفس الدوامه التي استمرنا فيها منذ 4 سنوات. نعم. وبالتالي احنا موقفنا ان احنا لن نشارك ابدا اذا لم يعدل القانون للسلطه، او حتى نكون نعم. سيد احمد، اذا لم يعدل القانون ويتغير المناخ العام. شكرا جزيلا يا سيد احمد. سيد احمد امام، المتحدث الاعلامي باسم حزب مصر القوية. شكرا جزيلا لك سيد احمد.